الجماعه في طهران جابوا البوكسر بتاع الواد الطيار، وابو حنان قال لك انقذته وقعد بسكر انا وهو في البار، ولو المضيق ما اتفتحش هعيشكوا في مرار. قالوا له طب ابقى اعملها واحنا هنضلم لك المنطقه في عز النهار، تعال انت بس وهنخليك تجرفس وهنزج لك فيها خيار، واحنا هيغلوا كروت الشحن علينا وهتبقى نار. لا بقى نركز في الحلقه دي عشان كل ما يرد في وشنا احنا وفي سعر الدولار. من يجي يومين يا اخوات العمده الجماعه في طهران زي ما كلنا عرفنا وقعوا طياره F-15 امريكيه، والطقم لما يسوق الطياره ويسيقها هم كانوا اتنين، واحد طيار والتبع بتاعه. فجاه يا اخواتي بعد ما الطياره اتزنبقت الاتنين اختفوا في نفس اليوم، لقيوا التباع. اما الطيار التاني بقى ما عثروش عليه. طبعا الطيار ده لو وقع في ايد الجماعه في طهران بقى اسير حرب، وهياخدوا قدامه شيء وشويات. والاشاعات طلعت بقى اللي يقول لك طالبين مقابل الطيار الامريكي 10,000 اسير فلسطيني، واللي يقول لك ما اعرفش هناخد قد ايه، واللي يقول لك مقابل الطيار ترجعوا لنا القدس. والموضوع بقى وسع قوي. وطبعا امريكا وابو حنان كل اللي يهمهم الطيار ما يجحش في ايديهم حتى لو هنخليه يفيص بايدينا. وفي نفس الوقت برضه الموضوع بالنسبه للجماعه في ايران عامل لهم مشكله، لان طبعا لو الامريكان قدروا يخشوا جوه ايران وينقذوه يبقى كده علموا عليهم في قلب ارضهم. ايوه يا عمده ما تقعدش بقى تجيبنا وتودينا، قول لنا الراجل الطيار ده رجع ولا لا. اقول لك ركز معايا، يا الطيار ده ضابط تسليح. قالوا لك فضل مستخبي في الجبال في محيط اصفهان حوالي 30 ساعه، ما معهوش غير مسدس وجهاز لاسلكي عمال يبعت منه نبضات للبيت الابيض اما يديهم مسداد عشان معاش رصيد. وفجاه هوبا بوم قالوا لك غرفه العمليات بتاع البيت الوايت حددت مكانه، وراح المعلم ترامب لم رجالته وطياراته الهليكوبتر والF-15 والF-16 وال17 برو ماكس، وقالوا لك نزل كمان مشاة وحصلت اشتباكات ومدعكه. بس في ظل الاشتباكات دي السلاح الجوي الامريكي خد شويه اقلام على جفاه لوز اللوز، وقدروا يوقعوا طياره امريكاني جديده نوفي من طراز A10. ده ايه سامسونج دي؟ قال لك غير مروحيتين HH-60 اضطروا يفروا ويهربوا بعد ما اتصابوا. ده مش كده وبس، ده كمان طيارتين من طراز MC-130G دول اتفرتكوا وهم على الارض. الله يبشبش الطوبه اللي تحت راسك يا حاج عبد الغفور، كان زمانك مليارت دلوقتي. وقال لك مروحيه كمان MH6 اتكلت على الله برضه بالسلامه. كل ده طبعا غير الF-16 الاساسيه اللي وقعت. يعني من الاخر كده ابو حنان خسر امريكا طيارات وجنود وخراب مستعجل. راحوا الجماعه الامريكان طلعوا قالوا لك الطيارتين MC-130G اللي الواحده منهم معدي سعرها ال100 مليون دولار حسب صحيفه بلومبرج، قالوا لك دول اصلا اتعطلوا في التراب والجبال في وسط طهران. ايه غرزوا يعني؟ وعلشان كده القياده المركزيه بعتت 3 طيارات اجلاء بديله، وقالوا لك قبل ما نمشي فجرنا الطيارتين دول بنفسهم عشان ما يقعوش في ايد الايرانيين. يا سلام. طلع على طول الحرس الثوري الايراني قال له لا يا روح خالتك، ده احنا اللي وجعناهم ودمرناهم بايدنا. ده مش بس كده يا اخوات العمده، دول قالوا كمان ان هم لقيوا بوكسر بتاع طيار امريكي مكان الطياره. والله العظيم. والبوكسر اهو يا دي الفضايح، ده ناقص يحطوا صوره ترامب على خلفيه البوكسر بس كده يعمى. راحت طالعه بقى امريكا على طول وطالبه من شركات الاقمار الصناعيه ان هم يحجبوا صور المنطقه دي خالص، وقالوا لك دي لازم تتحجب اصلها اسرار عسكريه. وطبعا ده اما يخلي الفار يلعب في عبنا اكتر، ما اصل ليه ما فيش صوره توثيق واحده لعمليه الانقاذ ده يا ابو حنان. وراح المجدس ترامب طلع يا جدعان على المنصه بتاعته اللي قاعد يكتب عليها على الفاضي والمليان دي، وعمل فيها بقى رامبو وقال لك الحمد لله على اساس انه يعرف ربنا يعني تم انقاذ الطيار في عمليه صعبه غريبه قويه رهيبه، وقعد يشكر ويمدح في نفسه وفي الجيش الامريكي، وقال لك دي اصعب عمليه عسكريه على مستوى التاريخ. راحوا على طول برضه طالعين الجماعه في طهران وقالوا له كفايات كدب المعيز اللي لما ترضع ده، انت يا لا لقيت الطيار ولا نيله، ولو لقيته ورينا طب معاه الصوره السيلفي ولا ورينا حتى اي حاجه من قطره. وطبعا الموضوع في حاجه غريبه، لان ابو حنان لو كان انقذ الطيار فعلا كان اتصور معاه وصوره كانت هتملى كل الصحف وقعدوا يسقفوا ويحتفلوا ويفرحوا. وهنا بقى يا اخوات العمده في احتمالين، لا اما ترامب كذاب وده الطبيعي، لا اما الطيار متخرشم خالص لدرجه انه مش نافع انه يطلع قدام كاميرا حتى. بس حتى يعني لو الطيار عنده واوا، ده ترامب حتى ما ذكرش اسمه. وبعد الكلام بتاع ترامب ده الجماعه في ايران ما سكتوش، شغالين طبعا دعك زي ما هم في تل هباب وحيفا وكل الكيان. لكن
النشن وبقى النهارده على مجمع الوزارات ووزاره النفط في الكويت. بس كده يا عمده اقول لك لا، راحوا كمان على الامارات وضربوا مجمع بتروكيماويات في ابو ظبي، والمجمع بقى خارج الخدمه وما فيهوش ولا ظبي. ايوه بس كده يا عمده اقول لك لا، عدعك ووصل للسعوديه ضربوا حقل نفط، وراحوا محودين في سكتهم على القواعد الامريكيه في قطر، والبحرين كمان خدت نصيبها من الحب. المهله بقى ال10 ايام اللي كان مديها ابو حنان للجماعه في ايران، وقال لهم بعديها هضرب محطات الطاقه والكهرباء. ايه يا عمده ال10 ايام خلصوا؟ اقول لك اه يا حبيبي هيخلصوا بكره. وابو حنان قال لهم لو ما فتحتوش المضيق يوم الثلاث هحسسكم بضيق، وقال لهم بالنص كي افتحوا المضيق يا اولاد الهرام والا ستشعرون بجحيم. وطبعا الجماعه في طهران اول ما شافوا الكلام بتاعه كانهم شافوا فيلم جحيم في الهند وقعدوا يكركعوا، وطبعا على طول هو اتغاظ وشاط لان الجماعه في ايران قافلين المضيق عليه هو والنتنياهو بس. اه والله يا اخوات العمده، وفاتحينه لبقيه العالم كله على البحري. عندك مثلا امبارح سفينه فرنسيه عدت والواد ماكرون وهو معدي من المضيق راح مطلع لسانه لابو حنان وقاعد يتلعج له، خصوصا ان ابو حنان كان لسه جاي له اول امبارح ان انت مرتك هي اللي ممشياك وقاعدين يحفلوا على بعض، ومش شغل رؤسا ده يا اخويا، ده رئيس فرنسا وامريكا، ايه شغل تانية تالت ده. والنهارده بقى راحوا فاتحين له باب المضيق على مصراعيه، وعدوا السفن اسبانيه وهنديه وتركيه، كل حاجه فيها ايه ما عدا الامريكيه واللي ما يتسموا. ومن كتر بقى الغيظ والكيد ترامب بدا يبعبع ويقول كلام ما ينفعش يقوله رئيس دوله في العالم. اعترف قدام الدنيا كلها الفوكس نيوز انه من كام شهر بعت اسلحه للجماعه في طهران عن طريق الاكراد، بس الاكراد بقى استقرضوه وخدوا الحاجه منه وناموا عليها وادوا له استماره 6. حد ابو حنان يدي الاكراد من اسمه ما مستقرضوك. وطبعا دي فضيحه كبيره جدا لدوله عظمى زي امريكا لما رئيسها يطلع يقول علني ان هم اما يدوا اسلحه وحاجات لمتظاهرين عشان يعملوا زيطه ونوش في دوله تانية عندها سياده، يبقى ايه ده يا ساده؟ وراح مكمل كلامه وهدد بضرب الجسور ومنشآت الطاقه والكهرباء كلها. راحوا جماعه في طهران طلعوا قالوا له لو لمست حاجه المنطقه كلها هتضلم واحنا هنخش في العتمه ونعمل حاجات وحشه وعيب، وربنا يسترها يا اخوات العمده عشان ابو حنان راحت منه خالص والجماعه في طهران مستبيعين، واحنا هنا زي ما انتم شايفين ظروفنا كحيتي، لا بنزين ولا سولار ولا دولار ولا خضار، واديكوا شايفين علو الاسعار اللي بقت نار. استنوا خدوا الخبر ده مني عشان نبل ريجنا بحبه امل في وسط الخرابه والمدعكه اللي احنا فيها دي. يا صلاه الزين يا صلاه الزين، شمسنا هتجيب لنا دولارات، شكل اخويا مدبولي سمع كلامي انا واخويا نجيب، اما نعمل يا بيه محطه طاقه شمسيه في الصعيد اسمها المسله، ودي بقى هنلم فيها الغله هتوفر لبلدنا 5.1 مليار دولار، ودي يا اخواتي العمده هتبقى في الصعيد في جنة، وهتبقى واحده من اكبر 10 محطات طاقه شمسيه في العالم، والمحطه دي طبعا هتقلل استخدامنا من الغاز الطبيعي وهتجيب لنا عمله صعبه، والحمد لله المرحله الاولى خلصناها في 13 شهر بس. ده غير كمان يا اخواتي العمده انها شغلت 5000 واحد من شباب الصعيد الجدعان. طب يرضيكوا يعني اسيبكم كيف فرحانين واقفل النشره باخبار سعيده لح سعيده؟ خد يا بنت وهو الخبر اللي يسد النفس، شركات الاتصالات المصريه اما تطلب زياده في الاسعار، اللي معاه قرش محير ويجيب كارت فكه ويطير وبس هو خلاص هيطير لوحده اكتر ما كان طاير. طلع علينا مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات قال لك ال4 شركات بتوع الاتصالات اللي هم اصلا مطلعين عينينا قدموا طلب رسمي النهارده للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهم يطالبوا ان هم يغلوا الاسعار عشان اسعار السولار والكهرباء غليت، وقالوا لها يا حكومه التكاليف بقت غاليه علينا، فيعملوا ايه؟ يطلعوا يجروا على طول على جيب المواطن الغلبان الكحيان يقولوا له ادفع كمان، وقالوا لك عايزين نرفع الاسعار على الاقل بنسبه من 15 ل 20%. لا بصوا بقى هي خلصت على كده، انا رايي نرجع زي زمان كده واحنا صغيرين لما كنا بنتكلم بكوبايات الزبادي وفي خيوط بيننا ونسمع بعض بقى بالترددات، لان الجهاز القومي قال لك احنا دلوقتي بندرس الموضوع، لا اما هيوافقوا لا اما هيقولوا لهم اجلوا الشحاته يومين شويه. وقف ابو حنان وقف الله يرضيك، لما تعملوا في المنطقه وفي ايران وفي الخليج احنا ما ندفع فواتيره هنا، الدنيا ضلمت عندنا يا ابو حنان هنا، واما يعملوا لنا حاجات وحشه في العتمه مش اما يتعمل لك لوحدك. انت سامعني؟ طب شايفني ايه؟ خلاص غطراش تتابعوا يا جماعه العمده واعملوا له فولو عشان يوصل لكم كل جديد وشيروا له وابعتوا له.